الساعة كام دلوقتي؟ لما اشوف كده الساعة كام. يا خبر ابيض، الساعة 8. الولاد كده هيتأخروا على المدرسة. لما اروح بسرعة واصحيهم، ازاي بس المنبه مرنش مع اني ظبطاه؟ يزن يا يزن، قوم بسرعة يا يزن، انت اتأخرت على المدرسة. يا يزن قوم يا يزن، الساعة 8. لو انت ما صحيتش دلوقتي يا يزن انا هصحيك بطريقتي. لا لا يا ماما، انا خلاص صحيت اهو. ارجوكي ما تدلقيش عليا ميه كل يوم تغرقيني. خلاص يا ماما، ثانيه واحده وهتلاقيني لابس. وما تقلقيش يا ماما، انا مجهز لبسي وكمان مجهز ادوات المدرسه. طيب يا يزن يلا بسرعه وروح البس عقبال ما صحي اختك، انتوا اتاخرتوا جدا على المدرسه. ده الساعه 8 دلوقتي. انا كنت ظابطه المنبه ومعرفش مرنش ازاي. تمارا يا تمارا، قومي بسرعه يا تمارا، انت اتاخرتي على المدرسه. انا مش عارفه انتوا نومكم تقيل كده ليه. يا بنتي اصحي بقى. خلاص يا ماما، انا صحيت. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا تمارا، يلا يا بنتي بسرعة، يلا روحي البسي لأنك اتأخرتي جدا على المدرسة. دي الساعة دلوقتي 8. الحمد لله الأولاد وصلوا المدرسة. أي نعم، يعني المديرة زعقت لهم عشان هم اتأخروا، بس مش مشكلة، أهم حاجة حضروا وخلاص. دلوقتي بقى لازم أنا أروح السوبر ماركت عشان أشتري شوية حاجات عشان أعمل لهم الغداء قبل ما يرجعوا. حاجة لله، حد يساعدني بأي حاجة، أنا ما أكلتش من الصبح. ساعديني يا مدام أرجوكي، اديني أي حاجة لله، ربنا يخليلك أولادك. ساعديني بأي حاجة. يا حرام، الست دي باينة عليها غلبانة جدا ومحتاجة أكل، وأنا بصراحة معيش فلوس كتير. خلاص أنا هديها نص الفلوس اللي معايا، والفلوس الباقية أجيب بيها الغدا. دي باين عليها يا حرام محتاجة فلوس. أرجوكي يا مدام ساعديني بأي حاجة، أنا محتاجة فلوس جدا. طيب أنا هساعدك، انت باين عليكي غلبانة جدا، ومعلش يعني سامحيني، المبلغ اللي هديهولك قليل شوية، بس أنا ما كنتش عاملة حسابي. بس إن شاء الله لو شفتك بكرة هديكي فلوس أكتر. كتر خيرك يا مدام، المبلغ مش قليل ولا حاجة. وبصراحة أنا هديك الشوكولاتة دي، على فكرة الشوكولاتة دي سحرية جدا، هتخليكي تقرأي الأفكار بس لمدة يوم واحد. خديها خديها يا مدام مني، وإن شاء الله تعجبك. إيه ده؟ غريبة جدا، شوكولاتة تخليني أقرأ الأفكار؟ على العموم يا ستي شكرا ليكي. وحتى يعني لو مش بتخليني أقرأ الأفكار، أنا بحب الشوكولاتة جدا. غريبة جدا الست دي، معقولة تديني شوكولاتة وبتقولي إن أنا هقرأ الأفكار؟ ودينا مش هنخسر حاجة، أنا هجرب وخلاص. لما أفتح بقى الشوكولاتة دي وأدوقها، وحتى لو مش هتخليني أقرأ الأفكار أنا أصلا بحبها. لما أفتحها كده أنا متحمسة جدا، وبعدين ده طعمها بالبندق اللي أنا بحبه. يا سلام، طعمها حلو جدا. لما أشيل الكيس خالص وأكلها كلها مرة واحدة. يا سلام، طعمها جميل جدا وفيها طعم مميز قوي. حمد لله على سلامتك يا يزن يا حبيبي. قال قول لي يا يزن، النهارده قلت ان النتيجة بتاعتك هتطلع ويظهر الدرجات، هاي يا حبيبي عملت ايه؟ يا خبر ابيض، هي فعلا النتيجة ظهرت، بس هقول لماما ايه، ان انا جبت درجات وحشة يعني؟ لا طبعا ما ينفعش. خلاص انا هقول لها اي نتيجة وخلاص، كده كده هي مش هتعرف. ماما اصلا عمرها ما جت عندي المدرسة ولا سألت عن النتيجة. ايوه يا ماما، انا جبت درجة حلوة جدا، بس نقصت يعني في كل مادة درجتين. ايه ده؟ غريبة جدا. انا سمعت يزن كان بيقول ايه في سره. معقولة الشوكولاتة فعلا طلعت سحرية وبسمع الافكار؟ يعني يزن بيضحك عليا وجايب درجات وحشة. ماشي يا يزن، انا هوريك. طيب يا حبيبي الف مبروك، انا فرحت جدا. وبالمناسبة دي انا هتصل بالمستر بتاعك عشان اشكره، لانه اكيد تعب معاك في الفصل وشرح لك الدروس كويس لحد يا حبيبي ما جبت الدرجات الحلوة دي. ايه؟ هتتصلي بالمستر يا ماما؟ اصل طيب يا ماما مش مشكلة تتصلي بيه، شكلي كده وقعت ولا ايه؟ بصراحة بقى يا ماما، انا جبت درجات وحشة خالص، بس ما حبيتش ازعلك واقولك الحقيقة. بقى كده يا يزن عايز تضحك عليا وتقولي درجات غير درجاتك؟ واصلا ياما قلتلك تذاكر وانت ما كنتش بترضى. عقابا ليك يا يزن على درجاتك دي وان انت بتكذب عليا، ممنوع من التليفون، وكمان مصروفك مش هتاخده لمدة اسبوع. الله، يا سلام، اللعبة دي حلوة قوي، انا بحب العبها جدا. كويس ان ماما مش شايفاني وانا بلعب، هي طول الوقت بتقولي ذاكري، بس اول لما اسمع ان هي داخلة عليا هرمي التليفون بسرعة وامسك الكتاب، كده كده ماما مش هتعرف. الله، ده انا قربت اكسب. يا خبر ابيض، انا سامعة صوت حد جاي على الأوضة. لما ارمي التليفون بسرعة
وامسك الكتاب. يا ربي احسن ماما تقفشني لما احط التليفون بسرعة على المكتب وامسك الكتاب في ايدي. يا ربي دي ماما جاية. بس كده. ها يا تمارا يا حبيبتي، خلصتي مذاكرة؟ يلا يا حبيبتي عشان تتغدي، تلاقيكي تعبتي. ده انت اكيد يا حبيبتي من الصبح بتذاكري، واكيد خلصتي كل اللي عليكي. ايوه طبعا يا ماما، ده انا من الصبح بذاكر لحد ما تعبت وعيني وجعتني من المذاكرة كمان. انا اصلا ما ذاكرتش خالص. كويس ماما كده مش عارفة حاجة ومش عارفة ان انا اصلا كنت ماسكة التليفون. انا كل مرة بعمل كده وهي مش بتحس بيا. ايه اللي انا سامعاه ده؟ معقولة تمارا طول الوقت ده وهي كانت بتضحك عليا وبتتفرج على التليفون وما كانتش بتذاكر؟ طيب ماشي يا تمارا، انا هوريكي. طيب يا حبيبتي، انت فعلا باين عليكي حرام بتذاكري من الصبح. وبالمناسبة دي انا كنت عايزة اسألك شوية اسئلة في اللي انت ذاكرتيه. انا عارفاكي يا حبيبتي شاطرة، بس انا بصراحة عايزة اشوف مجهودك عامل ازاي، وكمان انا ببقى مبسوطة لما بتجاوبيني على اسئلة اللي انا بسألها لك. ايه يا ماما، هتسأليني في اللي انا ذاكرته؟ بس انا يا ماما ما تقلقيش انا مذاكرة كويس. يا خبر، انا شكلي انكشفت ولا ايه؟ بصراحة بقى يا ماما انا كنت ماسكة الموبايل وما كنتش بذاكر. سامحيني يا ماما ارجوكي. معقولة يا تمارا انت كمان بتكذبي عليا؟ اخوكي من شوية كذب عليا وبيقولي درجات غير درجاته، وانت دلوقتي بتتفرجي على التليفون وبتضحكي عليا وبتقولي ان انت بتذاكري. انت كمان يا تمارا معاقبة، وهاخد الموبايل منك لمدة اسبوعين، وكمان هحرمك من المصروف بتاعك. انت لازم تتعلمي الادب انت واخوكي. تسلم ايدك يا منى يا حبيبتي، الاكل طعمه يجنن بجد. معلش بقى يا منى يا حبيبتي، انا لازم امشي دلوقتي عشان عندي مشوار مهم جدا. انا طبعا ما ينفعش اقول لها ان انا رايح اجيب لها هديه بمناسبه عيد ميلادها. انا هحاول بسرعه اتهرب منها قبل ما تسالني رايح فين. ايه ده؟ انا سامعة احمد بيقول ايه؟ معقولة انا نسيت النهاردة عيد ميلادي فعلا؟ يا خسارة، المفاجأة اتحرقت. على العموم انا مش هسأله انت رايح فين. طيب يا حبيبي ترجع لنا بالسلامة. الله، النهاردة كان يوم حلو جدا، وقراءة الأفكار دي حاجة ممتعة، وقدرت أعرف كل واحد بيفكر في إيه. يا سلام لو الواحد طول الوقت بيقرأ الأفكار. جمانة، يا جمانة، البنت دي عمر ما صحتها وصحيت أبدا، دايما كده نومها تقيل. طبعا هي معتمدة إن أنا مديرة المدرسة وتيجي المدرسة براحتها. يا جمانة بقى اصحي، حرام عليكي. طبعا هتصحي لي ازاي؟ ما انت طول الليل سهرانة على التليفون. انا شكلي كده هتأخر على المدرسة بسببك. خلاص انا هسيبك وهروح انا المدرسة. سامعاني يا جمانة؟ يا جمانة، سيبيني يا ماما انام شوية، انا لسه عايزة انام. الساعة 7 يا جمانة، قومي يلا عشان تروحي المدرسة. يا ماما بقى مش مشكلة، اجي معاكي. روحي انت ويبقى انا اجي وراكي. يا بنتي يا بنتي، النهاردة اول يوم في المدرسة ولازم تيجي الطابور. ايوه يا ماما، لما اكون طالبة عادية، لكن انا بنت المديرة مش لازم يعني احضر الطابور. خلاص ماشي يا جمانة، امرنا لله. هروح انا المدرسة وانتي تبقي تيجي ورايا، وانا هخلي الميس ما تكتبكيش غياب. طيب ماشي، شكرا يا ماما. ساعة كده ويبقى اصحى. دي فايدة ان مامتي تكون مديرة. طيب يا حبيبتي انا همشي انا بقى عشان ما اتاخرش على المدرسة. انا مجهزة لك الاكل وكل حاجة، وكمان هوصي السواق يوديكي المدرسة لما تصحي. ايه ده؟ انا شكلي نمت كتير ولا ايه؟ هي الساعة كام؟ ده الساعة بقت 9. لما اقوم بقى اروح المدرسة. مع اني لسه نعسانة شوية، بس امرنا لله. طبعا محدش يقدر يكلمني عشان مامتي المديرة. لما اقوم بقى اجهز للمدرسة، ده النهاردة اول يوم. انا متحمسة جدا. لما اروح الاول اخد شاور واغسل اسناني والبس وبعدين اروح افطر. كويس كده، انا هوصل المدرسة قبل الساعة 10. يا ربي انا مش عارفة بطني وجعاني كده ليه. اه الحمد لله كده خفت. لما اخد شاور بقى، هاخد شاور على السريع. حطيت البلسم بتاعي وكده تمام. الله، ريحة البلسم ده حلوة قوي. براحتي بقى، محدش يقدر يكلمني. كده تمام، انا خلصت الشاور بتاعي. ريحتي حلوة قوي. لما اغسل اسناني، ودي الفرشة بتاعتي الحمراء الحلوة. ريحتها نعناع كمان. لما اغسل اسناني بس كده. لما اروح بقى البس هدومي.
انت يا ولد، انت ايه اللي جابك متأخر؟ انت مش عارف ان مواعيد المدرسة هنا الساعة 7؟ ازاي تيجي 8:30؟ المدرسة هنا فيها نظام، اياك الاقيك تيجي متأخر تاني. لو جيت متأخر تاني انا هرفدك. أرجوكي أرجوكي يا حضرة المديرة سامحيني، معلش أصلا أنا اتأخرت في المواصلات شوية، الطريق كان زحمة جدا. انا ماليش دعوة اتأخرت ليه، اهم حاجة ما تتأخرش تاني والا هرفدك. حاضر حاضر يا حضرة المديرة، أنا آسف. ازيكم يا بنات ويا اولاد؟ انا مدرسة الفصل بتاعتكم. عايزاكم تخلي بالكم، انا بحب النظام جدا وما بحبش حد يتأخر على الحصة بتاعتي، وكمان لازم تلتزموا بالزي المدرسي. طيب النهارده حصة تعارف، مش هناخد اي حاجة في المنهج، بس من بكرة هنلتزم بالشرح. يا ربي، انا ما بحبش البس لبس المدرسة ده. انا المفروض اصلا البس لبس مخالف عشان انا بنت المديرة. بس مش مشكلة، النهارده اول يوم في المدرسة. خلاص هلبس لبس المدرسة النهارده وبس. هو راح فين طقم المدرسة؟ اهو كده خلاص انا جهزت. لما البس الشوز بتاعتي كمان، واو شكلي يجنن حتى وانا لابسه لبس المدرسه. مش عارفه بقى هاخد شنطه ولا لا، اخد شنطه ولا لا. اصلا مش لازم اخد شنطه، ليه واتعب نفسي؟ ما انا بنت المديره محدش يقدر يسالني. انا اصلا من بكره هلبس لبس مخالف، وبرضه مش هروح بشنطه المدرسه. لما اروح بقى افطر وبعدين اروح للمدرسه، كده هوصل الساعه 10، مش مشكله. ماما انا جيت، ما تاخرتش صح؟ لا يا حبيبتي ما تأخرتيش ولا حاجة. أنا أصلا قلت للميس بتاعتك ما تكتبكيش غياب. تعالي بقى يا حبيبتي لما أوريك الفصل بتاعك وأعرفك كمان على الميس بتاعتك. ميس هالة دي كويسة جدا وطيبة وهتحبك كتير. تعالي ورايا يا حبيبتي. حاضر يا ماما. ميس هالة، أحب أعرفك على بنتي، بنت جمانة، هتكون طالبة عندك هنا في الفصل. أهلا يا جمانة، أنا مبسوطة جدا إن أنت هتكوني معايا هنا في الفصل. أنا كنت لسه بقول لجمانة إن أنت هتحبي ميس هالة لأنك طيبة جدا، وكل الطلبة اللي أنت بتدرسي لهم بيكونوا متفوقين. شكرا ليكي يا حضرة المديرة، يا رب نكون تحت حسن ظنك. طيب يا جمانة يا حبيبتي، شوفي أنت عايزة تقعدي في أنهي ديسك فيهم، أي ديسك أنت تختاريه هقعدك فيه. بصراحة بقى يا ماما أنا محتارة أقعد فين أقعد فين. خلاص يا ماما أنا اخترت، أنا عايزة أقعد في الديسك ده، عاجبني جدا. قومي لو سمحت من مكانك عشان أنا عايزة أقعد هنا. ازاي ده بس؟ ماليش دعوة، المكان ده مكاني وانا اللي قعدت هنا الاول. وأنا بقى ماليش دعوة، أنا قلت عايزة أقعد في المكان ده، يعني عايزة أقعد في المكان ده. يا ماما يا ماما ماليش دعوة، أنا عايزة أقعد هنا. هي يا ماما ما تعرفش إن أنا بنت المديرة ولا إيه؟ معلش يا ريتاليا يا حبيبتي، عشان خاطري قومي واقعدي في مكان تاني. انت يا بنت قومي خلي بنتي تقعد على الكرسي ده، انت ما تعرفيش ان هي بنت المديرة ولا ايه؟ اي كلمة بنتي تقولها هنا لازم تتنفذ. حاضر حاضر يا حضرة المديرة، انا هقوم اهو. خلاص انا هقعد هنا. ايوه كده، مكان من الاول. لما اقعد بقى في المكان ده انا مرتاحة فيه جدا. طيب بقى يا مس هالة، مش هوصيكي بقى على جمانة بنتي، خلي بالك منها. ما تقلقيش يا حضرة المديرة، انا هخلي بالي منها كويس. يا رب الساعة كام دلوقتي؟ حاسة إني لسه نعسانة. ده الساعة 10. مش مشكلة بقى، لازم أنا أروح المدرسة دلوقتي. بس يا ترى هلبس إيه النهاردة؟ أنا مش عايزة ألبس لبس المدرسة، بجد زهقت منه. ألبس إيه ألبس إيه؟ ألبس البنطلون ده؟ واو شكله حلو قوي، بس أنا مش عايزة ألبسه. هلبس حاجة تانية. لا، ده لا. واو ده شكله حلو قوي، ده يجنن جدا، كل البنات هتعجبهم. وألبس إيه كمان؟ لأ ده حاجة نونو. لأ برضو. خلاص هو الطقم ده حلو. لما ألبس الحلق بتاعي وكمان ألبس الشنطة كمان بتاعتي. واو ده أنا شكلي حلو قوي. إيه ده؟ إيه الجمدان ده؟ ده شكله حلو قوي عليا. واو. ده كل البنات هتغير مني، بس محدش يقدر يعمل زيي عشان أنا بنت المديرة. مامي منع البنات إن هم يحطوا ميك اب، بس أنا هحط لأني بنت المديرة. مم. ده يجنن جدا ولايق على الطقم. ده شكلي جامد جدا النهارده. ايه ده يا ريتال، معقول؟ ايه الطاقية اللي انت حطاها فوق راسك دي؟ دي مخالفة على فكرة. يلا اتفضلي
حطيها عندك قدام الديسك هنا. مش انا قلت يا بنات ممنوع ان انتوا تلبسوا لبس مخالف؟ يلا اتفضلي شيليها من على راسك، المديرة لو عدت في الفصل هنا ولقيتك لابساها هتزعقلك. ده اخر انذار ليكوا، اياك الاقي حد لابس لبس مخالف تاني. حاضر يا ميس، خلاص انا هقلعها. انا اسفة يا ميس، مش هجيب حاجة مخالفة تاني. انا اسفة والله ما كنتش اعرف. طيب يا ريتال اياك تكرر ده تاني. هاي، ازاي حضرتك يا ميس؟ معلش انا جيت متأخر عشان لسه صاحية، بس ماما قالت لي ان انا اجيب راحتي عادي. ايه ده يا ربي، هي جمانة جاية باللبس ده ازاي؟ ده لبس مخالف. ده انا لسه مزعقة لريتال. هعمل ايه انا دلوقتي؟ اكيد ريتال دلوقتي هتقولي اشمعنى جمانة، بس دي بنت المديرة ومش هقدر اعمل لها حاجة. جمانة يا حبيبتي، هو ايه اللبس اللي انت لابساه ده؟ ده مش لبس المدرسة. هو انت مش عارفة يا حبيبتي ان المدرسة بنيجي بلبس المدرسة مش لبس مخالف؟ ايوه يا ميس عارفة، بس انا بنت المديرة وماما قالت لي اروح باللي انا عايزاه. بصراحة انا بزهق من لبس المدرسة. طيب يا حبيبتي ماشي، على راحتك. على فكرة بقى يا ميس، ده ظلم. اشمعنى انت خليتيني اقلع الطاقية مع ان هي جاية باللبس كله مخالف؟ ولا هي يعني عشان بنت المديرة؟ معاكي حق يا ريتال يا حبيبتي، بس انت عارفة ان هي بنت المديرة، والمديرة هي المسؤولة عنها، انما انتوا يا حبايبي مسؤولين عني انا. وبعدين انت عارفة دي بنت المديرة وما نقدرش نعمل لها حاجة. وبعدين يا حبايبي، هو انتوا ليه مش بتحبوا لبس المدرسة؟ ده لبس المدرسة حلو جدا وبيكون شكله حلو عليكم جدا. بس ده يبقى ظلم يا ميس هالة. هو لبس المدرسة حلو وكل حاجة، بس المفروض كلنا نتعامل زي بعض. ولا هي يعني عشان بنت المديرة محدش بيكلمها وكمان بتيجي متأخر، واحنا لو اتأخرنا 5 دقايق بتفضلوا تزعقولنا؟ يو بقى خلاص يا ريتال، هنضيع الحصة يعني عشان لبس المدرسة؟ ما خلاص بقى. طيب يا بنات، أنا كنت عايزة أقول لكم على حاجة مهمة جدا. طبعا احنا بقالنا شهر بندرس، فأنا كنت حابة أعمل لكم تقييم صغير، وده اللي هديكم منه درجات أعمال السنة. عايزاكم تذاكروا كويس، والأول هياخد هدية. يو بقى مذاكرة؟ بس أنا ما بحبش أذاكر. أعمل إيه بس؟ خلاص أنا عندي فكرة حلوة قوي. أنا هخلي مامي تجيب لي الامتحان منها، وبعدين امتحن بسرعة وبسهولة جدا، لأني هبقى عارفة الامتحان كله. بعد الحصة هروح لمامي وهطلب منها تديني الامتحان. ماما، أنا كنت عايزاكي في حاجة مهمة جدا. إيه ده يا جمانة؟ إيه اللبس اللي انت لابساه ده؟ معقول يا بنتي تيجي بلبس مخالف كده؟ ده مش لبس مدرسة. وبعدين يا بنتي فين شنطة المدرسة؟ انت جاية بشنطة خروج ازاي؟ وإيه يعني يا ماما؟ ما أنا بنت المديرة واجيب أي حاجة أنا عايزاها، مش مشكلة الشنطة يعني. طيب ماشي يا حبيبتي، دلوقتي انت كنت عايزاني في ايه؟ يا ماما مس هالة عاملة لي امتحان، والامتحان هيكون صعب جدا وهيتحدد منه درجات أعمال السنة، وأنا بصراحة مش عايزة أذاكر. ممكن يعني يا ماما تجيبي لي الامتحان من مس هالة؟ يا ماما أنا مش عايزاهم يقولوا بنت المديرة سقطت في الامتحان، وانتي عارفاني يا ماما ما بحبش أذاكر. طيب ماشي يا حبيبتي. سهلة جدا، أنا هقول لمس هالة تجيب لي الامتحان وهديهولك على طول لما نروح البيت. ياي بجد يا ماما، أنا فرحانة جدا، يعني مش هذاكر وهيكون معايا الامتحان. أيوة يا حبيبتي طبعا، أنا هجيب لك كل حاجة عايزاها، ما انت بنت المديرة. مس هالة خلصتي الامتحان؟ عشان أنا كنت عايزاه، عشان عايزة يعني أمضي عليه وأشوف يعني مستوى الامتحان صعب ولا سهل. الامتحان حاضر يا حضرة المديرة، أنا هجيبهولك، أنا خلاص قربت أخلصه. خدي يا جمانة يا حبيبتي، أنا جبتلك الامتحان أهو، أنا كتبتهولك في ورقة خارجية عشان مس هالة ما تشكش في أي حاجة. بجد يا ماما شكرا ليكي، انتي أنقذتيني على فكرة، أنا ما بحبش المذاكرة أصلا. طيب يا حبيبتي خدي الامتحان أهو وذاكريه كويس، عايزاكي تجيبي الدرجات النهائية. عملتي إيه يا جمانة في الامتحان؟ ده الامتحان كان صعب جدا على فكرة، مستحيل حد يجيب فيه الدرجات النهائية. ده مس هالة جايبة الامتحان صعب جدا. بس أنا حليته كله، تعرفي ليه؟ لأن معايا الامتحان. ماما جابت لي الامتحان من مس هالة وهجيب الدرجات النهائية كمان، وأي امتحان هعمل كده، مستحيل أذاكر. إيه؟ معقول يا جمانة؟ يعني انت هتجيبي الدرجات النهائية من غير ما تذاكري؟ ده أنا طول الليل بذاكر ومستحيل أجيب الدرجة النهائية. لا يا بنتي، أنا أجيب الدرجات النهائية لأني بنت المديرة. إنما انتوا يا حرام معكمش الامتحان زيي. أنا أصلا يا ريتال أي امتحان هعمل كده وعمري ما هذاكر أبدا. معقول يا جمانة؟
بس انت كده هيبقى مستواكي وحش بعد كده. عادي يا بنتي، مش مشكلة، اهم حاجة ما ذاكرش. في ايه مالك يا ريتال؟ زعلانة كده ليه وبتعيطي؟ صراحة بقى يا ماما أنا زعلانة جدا. تعرفي ليه؟ بنت المديرة موجودة معانا في الكلاس، بس هي يا ماما بتيجي متأخر وبتلبس لبس مخالف وأي حاجة بتعملها. صدقي يا ماما النهاردة جابت الدرجات النهائية، المديرة اديتها الامتحان وجاوبته كله صح. غير كده يا ماما تصدقي أي حاجة بتعملها غلط محدش بيعاقبها عشان خايفين من المديرة. وأول يوم مدرسة يا ماما خدت مكاني في الديسك. أنا حاسة يا ماما بظلم كبير، لأن هي بصراحة كله بيخاف منها وبيعملوا لها كل اللي هي عايزاه. اشمعنى هي يا ماما؟ كل ده يعني عشان هي بنت المديرة؟ معقولة الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ريتال؟ ده الموضوع اللي بتقوليه ده خطير جدا. على العموم أنا مش هسكت أبدا، وهروح بكرة الإدارة وهبلغ المديرية بكل اللي بيحصل ده. أنا مستحيل أخلي المديرة دي موجودة في المدرسة تاني. إزاي تفرق بين الطلاب؟ ده كده هتعمل حساسية ما بينهم. على العموم ما تزعليش يا بنتي، وانا هحل الموضوع ده. عاجبك كده؟ اديني اترفدت من المدرسة بسببك. كل شوية تقولي بنت المديرة بنت المديرة، اديني انطردت وبقيت في الشارع بسببك. وبعدين اللبس اللي انت لابساه ده لبس مدرسة؟ اهو الوزير جه ولقاكي لابسة اللبس ده، وطبعا مع شكوى اولياء الامور اتأكدوا من كلامهم، واديني انطردت من المدرسة بسببك يا مفعوصة انت. سامحيني يا ماما، انا اسفة.